السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللي أول مرة يشوف القناة بتاعتنا خش اشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا بقى خليكم تعملوا أحلى صينية بطاطس وتبقى سريعة جدا وبسيطة في 5 دقايق أو في 10 دقايق. يلا بينا. كده أنا حطيت شوية زيت، قيمة معلقتين زيت بس مكترتش. تمام. معايا بصلتين مش هقطعهم شرايح، ومعايا 3 فصوص توم، ومعايا فلفل حراق. بصوا بقى، انا حطيت الزيت سخن ونزلت فيه الفلفل يتحمر شويه، اللي انا اشوحه يتحمر ريحته تبقي شماها كده وانتي بتحمري اكنك بتقلي فلفل بالظبط. تمام. ومعايا 3 فصوص توم. هتقسمي فص التوم هتقسميه نصين، مش هتخرطيه، اقسمي الفص نصين بس، لا اما سيبيه سليم، هيديكي طعم وريحه احسن ما هتدقيه. بص كده، هسيبهم يدمجوا مع بعض شويه واحمرهم يتحمروا، لا بقى مش اللي هم يتحرقوا، ماشي؟ عشان الناس اللي هي ايه بتسمع بتتفرج على الفيديو وبتعمل حاجة تانية. تحمريه مش تحرقيه، اللي هو يدبل معاكي الفلفل والثوم مع بعض، لونه تحس ان هو اتغير معاكي كده، حاجات بسيطة. تمام. ننزل بقى بالبصلايه. تحمري الفلفل الاول مع 3 فصوص توم صغيرين، مش تروحي تجيبي لي 3 فصوص توم كبار، صغيرين. اما تقطعيه نصين كده مش هيتعبك، وفي نفس الوقت هيدي طعم وريحه لصينيه البطاطس. والله العظيم جميله. عارفين انا حطيتها على الاكل يعتبر خلصت في وقتها وما قعدتش، انا عملتها كده وحطيتها، اقسم بالله كانت جميله. بص كده، كل ده احنا بنحمر البصلايه. ويا ريت يا جدعان اللي يتفرج على الفيديو يا ريت يتابعوا ليه الاخر، عشان خاطر لما يجي يجرب الوصفات اللي انا بعملها ما يجيش يقول لي ايه الوصفه ناقصه كذا. انت اصلا ما كملتيش الفيديو. كملي الفيديوهات بتاعتنا للاخر، يعني اتفرجي الفيديو للاخر وانت تعرفي الاول الاكل من اوله لاخره، هتتعلمي وتعرفي تستفادي، عشان لما تيجوا تكلموني تبقوا عارفين فعلا ان انتوا ما اتفرجتوش على الفيديو. كده انا شوحت بقى، سيبهم يدمجوا مع بعض حتى البصله تدبل معايا خالص. في طريقه هنا جميله عملتها مع صينيه البطاطس، اقسم بالله طعمها كان حكايه. محمد اللي قاعد جنبي وعمال يكح. كده بتدبل البصلايه بقى مع الفلفل والثوم، هما اتحمروا الاول. كده بقى احط معلقه دجاج، لا دي التوابل. كده حطيت معلقه توابل، دي 7 بهارات مع بعض، فيها فلفل اسمر وكمون وكل جميع التوابل محطوطه في البرطمان اللي عندنا ده. كده هجيب بقى معلقه دجاج فوريه، انا بجيبها سايبه وفيها التوابل بتاعتها. كده حطيت معلقه. بصوا بقى هتغلي ازاي مع التوابل اللي انا حطيتها في البصل، هتحسي ان هي بتغلي معاكي وتديكي ريحه جميله جدا وطعم حلو. يعني انت لما تحمري ده كله انزلي بصي كده المنظر، بصي بتغلي ازاي وبتفور معاكي كده، تدوب معاكي اللي انت تيجي تاكليها ما تحسيش بطعم الدجاج في بقك خالص. اما تدوب معاكي في التشويحه دي هيبقى لها طعم احلى من كده. انا بجيب التوابل، الدجاج على فكره سايب وفي توابل، يعني لو حبيتي تجيبي دجاج ولو عايزه الدجاج اللي هو المحوج. كده نزلت بالبطاطس بتاعتنا، هشوحها بقى تشويحه حلوه. هقولها تاني، اللي يجي يتفرج على الفيديو يا ريت يتابعه للاخر، ما يجريش الفيديو عشان يعرف يوصل للمعلومه اللي هو عايزها. عشان الناس اللي في بنات كده لسه صغننين ما بيعرفوش يعملوا الاكل، يتعلموا مني ومن غيري، ومش شرط انا بس، اكيد يعني ناس كتير بتعرف تطبخ وبتطلع تعمل اكل جميل. يا ريت اللي تتفرج على اي فيديو عامه اتفرجي وتابعيه للاخر. طبعا هتقولي بتتكلمي كده ليه؟ اقول لكم عشان حصل معايا موقف، عشان كده بتكلم في النقطه دي. حماس اهو بيقول لكم دوسوا لايك اهو، هم شايفينك. ده فين؟ انا فين؟ اهو بص ده بيديكوا بوسه. العاي ده بس خيالين ازاي. محمد بيديكوا بوسه، قول لهم دوسوا لايك بقى. بس هم شافوك وانت بتديهم بوسه. بس يعني مين اللي كان بيجي؟ انت. هو بص عمال يجري يقول لي مين اللي كان بيجري في الفيديو كده. الله اكبر الله اعظم.
المغرب. بص انا كده بدمن لكم الفيديو، والله المغرب بتدهن. بس انا قلت بقى عشان انا بجد اهملت كتير في القناه وما بقتش انزل حاجه، فبجد ادعوا لي ان ربنا يكرمني ويوفقني ان انا افضل مستمره في الفيديوهات. بص انا كده ضربت بتاع 6 حبايات طماطم، بتاع 5 حبايات طماطم، مش كبار ولا صغيرين، عشان انا مش عايزه الصلصه كتير فيها. هي البطاطس دي مش هتاخد معايا سوا عامه، شوف عشان شوحتها شويه مع التوابل بتاعتها، فمش هتاخد معايا اي وقت في السوا. بدوقها، طعمها حرفيا في حته تانية جامد، اقسم بالله طعمها جامد. ايه رايك في البطاطس يا حموسه؟ حلو. كانت جميله. دي احنا نسفناها. ما سيبناش ولا فتوت. شفتي بيقولك نسفناها، يعني جربيها وعيالك هتقولك الله جميله وتسلم ايدك يا ماما. بس تكون بالبصل يعني. بالبصل؟ هي في بطاطس بتعمل من غير بصل؟ تعمل ايوه بتعمل ببصل. كده خلاص خلصت بقى، سيبها تدمج مع المسك اللي احنا عملناه ده كله وتغلي. عايزه بقى تدخلها الفرن تمام، مش عايزه براحتك، انا ما دخلتهاش الفرن، انا سبتها على البوتاجاز لحد ما شربت الصلصه بتاعتها. كده بقى نغطيها. تعالوا بقى اوريكم لما غليت بقى. بصوا بتغلي ازاي. حاول الجنب اللي ما بيغليش معاكي لف الصينيه عشان كلها تغلي مع بعض، عشان ما فيش جنب يستوي وجنب لا. كده اقلبها بقى. بصوا الحبايه البطاطس سليمه زي ما هي ازاي، وبرده هتستوي وهتبقى سليمه برده زي ما هي. بصوا بقى انا مش حاطه صلصه كتير، وبصوا حمرا ازاي. هاتي القطه بتاعتك حمرا عشان تيجي تديكي لون جميل مع الاكل. هروح فين؟ اهو قرفني في الفيديو وقرفني بره الفيديو، تعبتني. كده انا بقلبها بقى عشان في جنب بحس ان هو ما بيغليش، فانا قلت لما يسخن كله يغلي مع بعض. بصوا كده بقى بتغلي من كل الاتجاهات. كده خلاص استوت معانا البطاطس اهي، فاضلها حاجات بسيطه بس وتبقى كده تمام. بصوا بقى شربت الصلصه بتاعتها ازاي. اقول تاني، اللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع الف سلامه، وما تنسوش اللايك والاشتراك، والف شكرا على الناس اللي بتقول لي كلام حلو وبجد بتحمسني. بصوا حموصه بيدوقها، عايز يدوقها، عمال ينفخ خايف تكون سخنه. عمال اقول له مش سخنه يقول لي لا سخنه. بص عايز حته تاني. عجبته عايز حته. بص بيقول لي جميله. اه بيغيظني. طب بتغيظني؟ لا بغزهم هم. بيغيظكوا انتوا. بصوا عشان صينيه البطاطس. بص عايز حته تاني يقول لي انا عايزها المره دي كبيره اهي. اديته بقى المعلقه عشان خلاص تعبني بصراحه. لو المره يشوف القناه بتاعتنا اشترك في القناه ويفعل الجرس. ومع الف سلامه، وجربوا الصينيه دي مش هتندموا. مع السلامه.